مشوقة وأكثر رعباً بكثير من النسخ التقليدية. طبل النقص، صدع عشاق قنديشة. في الدوار الصغير قرب وادي تانسفت كان عايش وحد الشاب اسمه كريم، عمره 27 سنة، قوي البنية، وسيم، وكيغني بصوت يخلي البنات يذوبن. كان كي يشتغل في الحقول بالنهار، وبالليل كي يجلس مع الصحاب ديالو يضربوا الطبل ويغنوا. في ليلة من الليالي الصيفية والقمر كامل، كريم كان كيغني وحده قرب الوادي. صوته كان عالي وجميل، كيردد أغنية قديمة: يا ليل، يا عين، يا قلبي اللي ما يرتاحش. فجأة سمع صوت طبل خفيف كيجاوبه من بعيد. الطبل كان مختلف، إيقاعه بطيء مثير كيخلي الجسم يترعد. كريم وقف، ابتسم، وظن باللي واحد من الصحاب كيمزح معه. غنى أكثر والطبل جاوب أقوى. مشى كريم ناحية الصوت حتى وصل لضفة الوادي. هناك شافها عيشة قنديشة، كانت واقفة تحت ضوء القمر، جسدها ناعم وممتلئ، بشرتها بيضاء كالحليب، شعرها أسود طويل يوصل للأرض وكيتلمع، لابسة قميص أبيض شفاف يبان منه منحنيات جسدها، عينيها خضرة لامعة وشفتيها حمرة كالدم. كانت كي تضرب طبل صغير بإيديها، وكل ضربة كي تخلي كريم يحس بحرارة غريبة في جسمه. ابتسمت له ابتسامة كي تخلي أي راجل يفقد عقله، وقالت بصوت ناعم يشبه العسل المسموم: تعال يا كريم، غني معايا، الليل طويل والوادي غدي يسمعنا. كريم حس براسه كيذوب، مشى نحويها بدون ما يحس. لما قرب شم ريحة جسدها، مزيج بين المسك والدم والياسمين. مدت إيديها، لمست صدره وهمست: انت غنيت، داب دوري. بدأت تضرب الطبل ببطء، وكريم بدأ يغني. الصوت ديالو كان كيختلط بصوتها، والإيقاع كان كيزيد حتى صار سريع ومجنون. فجأة لاحظ كريم حاجة خلت قلبه يتوقف للحظة: رجليها. تحت القميص الأبيض كانت رجليها حوافر سوداء لامعة مثل حوافر البغل أو الشيطان. حاول يتراجع، لكن إيديها شدت ذراعه بقوة غير طبيعية. عينيها تحولت من خضرة للون أحمر دامي، وابتسامتها صارت عريضة جدا كتبان فيها أسنان حادة. ما تخافش يا حبيبي، الليلة غادي نعيش مع بعض إلى الأبد. كريم حاول يصرخ لكن صوته ما طلعش. جسدها لصق بجسمه، حرارة جلدها كانت باردة ومشتعلة في نفس الوقت. بدأت تمسح على جسده بإيديها، أظافرها الطويلة كي تحفر في ظهره شوية بشوية، وكل خدش كي يخلي لذة مرعبة تمر في جسمه. ضربت الطبل مرة أخيرة قوية. كريم حس براسه كي يدور، شاف الوادي كي يملي بالأشباح، كلها كي تضحك وكي تشوفه. شاف أرواح الرجال اللي قبله، عظامهم مبعثرة تحت الماء. عيشة قنديشة قربت فمه من أذنيه، ولحست شحمة أذنه بلسانها البارد، ثم همست بصوت يخلط بين الرغبة والجوع: كل واحد قبلك بكى، صرخ، توسل، ولكن في الآخر كلهم استسلموا للمتعة قبل ما ناكلهم. كريم حس بدموع كي تجري على وجهه، لكن جسمه كان كي يستسلم. إيديها نزلت ببطء، أبطأ، حتى وصلت لمكان ما يقدر يقاوم. في تلك اللحظة ضحكت ضحكة عالية مرعبة. الطبل وقف والوادي سكت. في الصباح الناس لقوا قميص كريم ممزق قرب الوادي، ملطخ بدم، وجنبه طبل صغير مكسور. ما لقونا جثة، لا أثر، لكن في كل ليلة قمر كامل الناس اللي كيمروا قرب الوادي كيسمعوا صوت طبل خفيف، وصوت راجل كيغني بصوت جميل ممزوج بضحكة بنت ناعمة وجشعة. وبعضهم هاك القصة بالدارجة المغربية الصافية على الجن بلا زيادة ولا نقصان. كان واحد الراجل سميتو حميد الضباغ، كان كيسكن في درب سيدي بن يحيى القديم في المدينة القديمة ديال فاس. الدار ديالو كانت كبيرة بزاف، قديمة، السقف ديالها من الخشب اللي بدا يتعفن، والحيطان فيها ريحة الرطوبة والزمان. حميدو كان كيخاف بزاف من الجن، ولكن في نفس الوقت كان عنده فضول مريض. كل ليلة كان كيسمع صوت خفيف في السطح، خطوات خفاف كيجيو وكيمشيو، بحال شي واحد كيتمشى بحذر وهو حافي. مرات كتيرة كان كيسمع صوت بنت كتغني بصوت واطي بزاف، كلمات ما كيفهموش، ولكن الصوت كان حلو حتى كيحرك الشعر. يوم من الأيام قرر حميدو يواجه اللي كيوقع. شرا واحد الفانوس قديم، دخل الزيت وطلع للسطح بعد صلاة العشاء. الجو كان بارد والقمر كان كامل.
جلس في الوسط، حط الفانوس قدامه وبدا يقرأ آية الكرسي بصوت عالي. فجأة السكون تقطع، حس بحاجة كتقرب من موراه، ما دارش يولي، غير قال بصوت هادئ: إلا كنتي إنس وري وجهك، إلا كنتي من الجن قل لي شنو بغيتي. سمع صوت بنت ناعم بزاف كيجي من تحت الأرض ومن فوق السما في نفس الوقت، كيقول: ما بغيتش والو منك يا حميدو، غير كنت كنسمعك كتسب، كتضحك، كتحكي مع مرتك، كنبغي نسمع صوتك. هاد الدار كان ديال جدي قبل ما يموت، وأنا بقيت هنا من يوم ما مشى. حميدو حس بالبرد كيجري في ظهره، سولها: واش انتي بنت الجن ولا روح إنسية؟ جاوباتو: أنا بنت إنس كنت، ولكن ماتت من 140 سنة تقريبا. الجن اللي كان كيحبها خطفني في الليلة اللي مات فيه، وعطاني الخيار نرجع للدنيا ونعيش معاه في عالمهم، ولا نبقى روح عادية كتوه. اختاريت نعيش، ولكن ما عشتش كما كنت كنحلم. حميدو سكت شوية، من بعد قال: واش كتعاني؟ لا، ولكن كنفتقد الشمس، كنفتقد ريحة الخبز اللي كتخرج من الفرن، كنفتقد فوت ولادي اللي ماتوا قبلي. فجأة حس حميدو بدموع كبار كيجيو في عينيه من غير ما يحس. قال ليها: إلا بغيتي غدا نجيب لك خبزة ساخنة، نكسرها هنا في السطح ونخليها لك ونقعد نحكي معك كل ليلة شوية حتى ترتاحي. الصوت ضحك ضحكة خفيفة بحال المطر اللي كيوقع على السطح. انت غبي يا حميدو، ولكن غباء زوين، ماشي كل الجن خايبين وماشي كل البنادمين زوينين. من داك اليوم كل جمعة بالليل حميدو كان كيطلع للسطح، كيجيب خبزة ساخنة مع شوية زيت وزعتر، كيكسرها نصين، كياكل نص ويخلي النص الاخر في صحن صغير تحت النجوم. وكان كيسمعها كتحكي قصص قديمة على فاس الزمان، على العراس في المدينة، على اللي كانوا كيغنيو في الحمامات، وهي كانت كتسمع منه على الحياة دابا، السيارات، التليفونات، الشباب اللي كيصوروا في كل بلاصة. ما شافها مرة في حياته، ما عرف لا لون عينيها لا شكل شعرها، ولكن عرفها أكثر من بزاف ديال الناس اللي عايشين معاه في نفس الدرب. وفي ليلة من الليالي ما سمعش الصوت، طلع الفجر والصحن بقى عامر بالخبز. حس بحزن غريب، بحال واحد اللي فقد صاحبه ما قدرش يودعو. بعد أسابيع لقى في الصحن ورقة صغيرة مطوية مكتوب عليها بخط مهزوز: شكرا يا حميدو، دابا قدرت نشوف الشمس مرة تانية في حلم، رجعت للراحة، خلي الخبز للطيور دابا. حميدو بكى شوية، من بعد ضحك وقال للسما: سلام عليك يا بنت زمان. ومن داك النهار ما عادش كيسمع خطوات في السطح، بقى غير ريحة الزعتر والخبز وذكرى بنت ما شافها مرة، ولكن عاش معاها أحلى ليالي حياته. النهاية. كانت ليلى عايشة في دويرة صغيرة فوق جبل البيان، بعيدة على تطوان بحوالي 28 كيلومتر، في مكان اللي حتى الطيور كتخاف تنزل فيه من قوة الريح. الدار كانت قديمة، جدرانها من الحجر الخشن، والزنك ديال السقف كيصدر صوت بحال صراخ لما الريح كتعوي. ما كانتش دار عادية، كانت قبر ديال ذكرياتها. ليلى كانت بنت 27 عام، ولكن عينيها كتحكي على وحدة عاشت أكثر من عمرها. باها مات في حادثة سيارة وهي صغيرة، أمها هربت مع راجل آخر وخلاتها عند خالتها اللي كانت كتضربها كل يوم باش تعلم الحياة. من ذاك الوقت ليلى قررت تعيش لوحدها، بعيد على الناس، بعيد على الدنيا اللي كتجرح. كل ما كانت كتحس بالوحدة كتجي زينة، كلبة لابرادور صفرة فاتحة عمرها 5 سنين. زينة ما كانتش كلب، كانت الروح الوحيدة اللي فهمت ليلى بلا كلام. لما لقوها مرمية في الطريق متعورة وكترعش، ليلى دارتها معاها، ومن ذاك النهار بقات زينة تحرس الدار، تحرس قلب ليلى، وتحرس السر ديالها، أنها كتخاف من الرجالة بزاف حتى لو كانوا طيبين. ليلى كانت كتخدم في التصميم أونلاين،
قفطان وتكشيطة بألوان تخترق الروح، ولكن داخلها كانت فارغة. كل ليلة كانت كتسهر حد المدفأة، كتطالع في النار وكتغول في بالها: واش غادي نموت هكذا لوحدي مع كلبة فقط؟ في شي ليلة ديسمبر قاسية، البرد كان كيقطع الجلد، الريح كتعوي بحال دياب جوعانين، والمطر كيضرب في الزنك بحال رصاص. الكهرباء طفات في المنطقة كاملة. ليلى كانت جالسة كتكمل تصميم قفطان أسود بحال الليل، وزينة ناعسة حد رجليها. فجأة زينة وقفت بحركة عنيفة، ودنيها واقفين، وبدات تنبح بنبحة مخيفة عميقة بحال إنذار من الموت. ليلى قلبها وقع في الأرض، سمعت صوت أقدام في الوحل، تنفس ثقيل، وصوت حد كيترنح وكيتهدل. فتحت الباب شوية ولقات ياسين، راجل طويل غرقان في الدم والمطر، جاكيته ممزق، جبهته مضروبة بجرح عميق، ورجليه كيجروا دم. كان شكله في الثلاثينات، ولكن الخوف خلاه يبان كبير ب10 سنين. راه غادي يقتلوني، ما عنديش فين نروح، بغيت غير ندفى، رجعوني للجحيم إلى القوني. زينة دارت قدام ليلى، شعرها وقف، سنانها بارزة، ولكن ما كانتش كتهجم، كانت كتشمه ببطء، وبعدين حركت دنبها شوية. هاد الحركة الصغيرة كانت كافية. ليلى رغم الرعشة ديال يديها قالت بصوت هادي ولكن حازم: دخل، ولكن إلا حسيت بك شي حاجة زينة غادي تمزقك قبل ما ننادي على أي واحد. دخل ياسين، رجليه ما كانوش قادرين يقاوموا. جلست واحد المدفأة. ليلى جابت الشاي السخون، غسلت الجرح ديالو بيديها اللي كانوا كيترعشوا، وربطاته بقطعة قماش نظيفة. وهي كتضمد الجرح سمعت ياسين كيتنفس بصعوبة وكيحكي بصوت مكسور: كنت كنسوق للعصابة ديال طنجة، كانوا كيهربوا مخدرات وأسلحة من الميناء. أنا ما كنتش عارف التفاصيل حتى البارح. شفت الزعيم ديالهم كيقتل واحد شرطي بالسكينة قدام عينيا. هربت، طاردوني ب3 سيارات، ضربوني في الكتف، السيارة ديالي وقعت في الواد، مشيت على رجليا حتى وصلت لهنا. إلى القوني غادي يديروا فيك حتى انتي. ليلى سكتات شوية، بعدين قالت بصوت فيه رعشة خفيفة: الناس اللي كيجروا الدم ما كيفرقوش بين البريء والمجرم، ولكن زينة ما عمرها غلطت في الناس. إلا قالت لي انت زوين غادي نصدقها. الليلة الأولى كانت جحيم. كل دقيقة كانوا كيسمعوا صوت محركات بعيدة، أضواء سيارات كتدور في الجبل، وكلاب ديال الدوار كيتبحوا. ياسين كان كيترعش، مش من البرد، من الذكرى ديال القتل اللي شافه. ليلى بقات ساهرة ماسكة سكينة مطبخ قديمة، وزينة واقفة قدام الباب بحال تمثال من الحجر. في اليوم الثاني والثالث بدا ياسين يتعافى، ولكن الخوف بقى. ساعد ليلى في الدار، قطع الخشب، أصلح السقف اللي كان كيتقطر، حتى دار طاجين بالخضرة بيديه اللي كانت كترعش. ولكن أكثر شي كان كيحكي. حكى على طفولته في حي سعبي في طنجة، على أمه اللي ماتت من المرض، على أخوه اللي خانوا وباعوا للعصابة. وحكت ليلى على جروحها هي، الضرب، الوحدة، الخوف من أي راجل يقرب منها. زينة كانت الرابط، كانت تنام بيناتهم، كتحط راسها فوق صدر ياسين في الليل، وكل ما يصحى مذعور من كابوس كانت كتلحس وجهه وكتقول: أنا هنا. في الليلة الرابعة بلغت دراما القمة. كان الساعة 3 الصباح، سمعت صوت سيارات قريبة بزاف، أضواء كشافات كتدور على الدار. ياسين وقف مذعور، راه جاو. ليلى قلبها كاد يوقف، خبات ياسين في القبو الصغير تحت الدار، مكان قديم لتخزين الزيتون. زينة دارت برا تنبح بقوة وهي كتجري في الظلام. ليلى خرجت برا ماسكة مصباح وقالت للرجالة اللي نزلوا من السيارات، 3 رجالة معاهم مسدسات: شكون انتوما؟ هذه داري، ما عنديش أي واحد هنا. واحد منهم شكله شرس قال: شفنا سيارة محروقة تحت الواد وآثار أقدام جاية لهنا، إلا كدبتي غادي ندخلوا بالقوة. زينة هجمت فجأة، عضت يد واحد منهم، مزقت له جاكيت وكادت تمزق له الرقبة. الرجالة ضربوها بقدمهم، ولكن زينة ما رجعتش، بقات تنبح وتهجم حتى هربوا مذعورين كيقولوا: هاد الكلبة مجنونة. لما رجعت ليلى للقبو لقات ياسين كيبكي بكاء حقيقي، أول مرة في حياته. حضنتها بقوة، الأول مرة يلمسها، وقال بصوت مكسور: راه أنتي وزينة
أنقذتوني من الموت مرتين. أنا ما عمري حسيت بالأمان هكذا. ليلى رغم الدموع اللي كانت كتجري في وجنتها ردت: الأمان مش في الجدران، الأمان في القلب اللي يثق. زينة علمتني نشوف القلوب، وإنت خليتني نحس باللي ما بقيتش لوحدي. بقى عندها 7 أيام كاملة. في اليوم السابع جات رسالة: الطريق سالة. واحد خوه اللي كان بعيد على العصابة غادي يجي ياخده في الصباح. قبل ما يمشي وقف ياسين في باب الدار، الشمس كتطلع وهو ماسك يد ليلى بقوة. راه أنا غادي نرجع، مش غير باش نشكر ولكن باش نعيش. عندي ديون ولكن قلبي بقى هنا معاك، مع زينة. ليلى استسمت ابتسامة فيها دموع. زينة غادي تنتظرك، وأنا غادي نحرس الدار حتى ترجع. خليك حي، هادشي كافي. مشى، ولكن كل شهر كان كيبعت رسالة صوتية طويلة يحكي على حياته الجديدة، على الشغل النظيف اللي لقاه، على الأحلام اللي بدا يبنيها. وليلى كانت كتجاوب بصوتها الهادي ولكن فيه دفء جديد. وزينة كل ما كانت كتسمع صوته في الهاتف كانت كتوقف، كتسمع وكتجري للباب وكتنبح فرحانة، بحال اللي كتقول: هو جاي، أخيراً جاي. الناس في الدوار بداوا يقولوا: ليلى تغيرت، عينيها صافية، ضحكتها حقيقية. وهي كانت تعرف السبب، لأن أول مرة في حياتها عندها عائلة، بنت وكلبة وراجل اللي بقى يعيش في قلبه حتى وهو بعيد. الدراما ما كانتش في السيارات والمسدسات بقت، الدراما كانت في القلوب اللي انكسرت وترمموا مع بعض. السلام عليكم، هذه النسخة اللي بغيتي، قلبها مفتوح وجرحها ظاهرة.